اخويا هو اللي حببني في الكوره، على طول كان بيخليني انزل العب معاه كوره، وكنت على طول ببقى في الفريق بتاعه. هم اكبر مني سنا، بس انا كنت بعرف العب معاهم كويس وكنت احسن من ناس كتير قوي فيهم. بس للاسف اخويا لما مات الحاجه الوحيده اللي كان سايبها لي الكوره. النهارده هحكي لكم قصتي في كره القدم، وليه سبتها واهتميت باليوتيوب. كل اللي انا هقوله لكم ان الفيديو دوت باذن الله هتتمتعوا منه، فهاتلكوا حاجه حلوه كده تشربوها وتتمزجوا وانتوا بتسمعوا القصه دي. ولو في مخرج عايز يعملها فيلم انا موافق، بس انا اللي امثل فيه. انا بدات العب كوره وانا عندي 4 سنين بسبب اخويا كان بياخدني انزل العب معاه كوره في الشارع مع صحابه الكبار. كان سني صغير بس كنت بعرف العب معاهم كوره، وكمان كنت بلعب كوره احسن من ناس كتير فيهم. في الشارع بتاعنا كان في راجل عامل لنا زي ملعب كده، بس هو طبعا من غير نجيله ومن غير اي حاجه. هو كان ملعب جايب تجوان حديد، جايب جون حديد هنا وهنا، وكنا بنلعب بيه في الشارع، وهنا بدات مسيرتي. طبعا عشان انا الصغير اللي كنت فيهم فكانوا بيضحكوا عليا ويوقفوني جون. في مره وانا كنت واقف جون، اخويا شاط عليا شوطه صاروخ. الكره هي كانت في النص، هي جات لي كده، انا صديتها كده اللي هو ايه، مسكتها كده. فالكره كانت جامده ووجعت لي ايدي، بس هما لما شافوني كده حلفوا ان انا على طول هقف جون منهم لله. هو على طول كده الصغير بيتظلم ويضحكوا عليه ويوقفوه جون. ساعتها اكتشفت ان انا بعرف اصد، فوقفوني جون كتير. بقيت ارمي نفسي على الكوره، ما بيهمنيش، اهم حاجه ان انا احافظ على الفريق بتاعي. بس مش ده اللي انا عايزه، انا عايز ابقى لاعب كوره. انا مش بحب اقف جون، انا عايز العب، امرقص، اجيب تجوان، مش هبقى واقف في الجون اصد بس. فكان لازم اثبت نفسي قدام صحابي اللي في الشارع علشان يخلوني اخش معاهم في الماتشات وكده. ففي لعبه عندنا اسمها اكشن. اللعبه دي هي اللي تعتبر دربتني على الكوره، هي اللي علمتني كره القدم، هي اللي علمتني المرقصه، هي اللي علمتني ازاي احتفظ بالكوره كويس. فكره اللعبه دي اللي بيبقى فيه 2 واقفين هنا وفي واحد في الجون، المفروض الاتنين دول ده بيلعب لده بيقول له اكشن، لو الجون لمسها لمسه واحده بس المفروض اللاعب اللي اتلمست منه الكوره هو اللي ينزل في الجون. فانت المفروض بتمرقص مدافع او جون من غير ما يلمس الكوره، فانت مستواك بيعلى جامد. جاي يوم كنت انا واقف على الارض، كل ما حد يخش عليا اعمل مهاره اروح خرمه، وانا صغير عندي 5 سنين تقريبا، لا 4 سنين، 4 ونص كده. وربنا كنت حاجه ما يعلم يعني، مش عارف اوصف لكم اللي انا كنت فيه. فاخويا دخل وقف جون، فوانا بلعب انا اخدت الكوره، واحد اعطاني اكشن، هو بصلي الكوره، فرحت واقف بظهري وعملت كده بالكعب. اخويا كان واقف جون، راحت داخله كوبري فيه وطلعته. والعيال قالت لي ده اخوك ازاي تطلعه كده، بس انا كنت مبسوط من جوايا. اليوم دوت انا اثبتت نفسي ان انا اقدر العب معاهم في الماتشات وكده. بدات العب معاهم كوره في الشارع، وانا اللي بقيت اجيب تجوان كتير، وانا اي فرقه بلعبها انا اللي بكسبهم على طول. والحمد لله اي فرقه بلعبها يا اما بجيب هاتريك يا اما سوبر هاتريك، ساعات بجيب 20 جول، وكل دوت قبل ما اكمل ال6 سنين. انا فاكر ان في مره كده بعد ما خلصنا لعب قعدنا جنب الجون، تمام، فالكره بتاعتنا كنا بنلعب بكره اخويا. الكره راحت عند الشركه كده، راحت عند حته عندنا، حته كبيره كده كانت شركه بطاطين. فالمهم الكره كانت هناك واحنا قاعدين، اخويا قال لي روح هاتها وانا ما رضيتش اروح اجيبها. ففي واحد بارد، وربنا ما مسامحك يا لا مسامحك. المهم يعني مسك الكوره راح رماها في الشركه. فراح اخويا لطشني قلم وقال لي انا مش قلت لك روح هاتها، عمل لي كده دب. ربنا ما قادر انسى القلم دوت. وفي مره برضو كنا بنلعب مصارعه عندنا، بس ده مالهاش دعوه بالكوره، حاجه بره الكوره يعني. كنا بنلعب مصارعه على السرير، فاخويا كان لابس جوانتي في ايده. المهم عمالين نلكم لبعض، انا صغير، اخويا اكبر مني تقريبا ب4 سنين، عمال يلكم لي، بيضرب جامد. فانا قلت له على فكره انت بتضربني علشان انت لابس جوانتي وانا مش لابس جوانتي يعني. مش عارف ايه ده، بس يعني مش مهم. فانا بقى قررت ان انا اشتري جوانتي علشان اضربه، عشان اعرف اخد حقي منه. فرحت لامي قلت لها انا عايز اجيب جوانتي وكده، قالت لي بكره هجيب لك. فانا لا، مصمم، انا عايز جوانتي دلوقتي، عايز اخد حقي، ده انا اتضربت يا ماما، عايز اخد حقي. قالت بكره هجيب لك. انا برضو مصمم، فراحت عملت ايه بقى، جابت لي شرابات وقطعتهم، عملتهم زي جوانتي كده. فانا بلعبه لقيته بيضربني تاني برضه، قلت له لا، ما هو عشان انا ما جبتش جوانتي، لما اجيب جوانتي هضربك وهتشوف. فاليوم التاني جاب، انا دخلت مكتب علشان اشتري الجوانتي دوت، كان عندنا في مكتب بيبيعه في اول شارع العمده، مش هتعرفوا انتوا شارع العمده. دخلت اشتري الجوانتي ده، الجوانتي جبت جوانتي الوان، هو قال لي هات جوانتي اسود شبهي، بس انا اكتشفت ايه بقى، اللي هو عايز يجيب جوانتي اسود شبهه علشان يبدله بالجوانتي الاسود بتاعه، ويبقى هو اخد الجديد وانا القديم. انا هرشت الموضوع دوت. فقلت له لا انا هجيب الجوانتي اللي هو الالوان دوت، كان شكله معفن اصلا وبتاع بنات وما كنتش طايقه، بس خاف يضحك عليا ويديني القديم وياخد هو الجديد. فاحنا جينا نلعب، هو مغلول مني بقى عايز الجوانتي الجديد، هو متنرفز اللي انا ما جبتش الاسود. فاحنا على السرير انا وهو عاملين نعمل كده وخلاص وهنضرب بعض،
راح بعزم معد وعطاني جد في وشي، قال لي انا مش قلت لك هات الجوانت الاسود؟ راح ديب رزعني رزعني يد. والله ايام جميله قوي، ايام الحمد لله. بس للاسف الايام الحلوه ما بتكملش. اخويا اتوفى، بعد ما اخويا اتوفى جات لي حاله اكتئاب كبيره قوي. قعدت فتره طويله ما نزلش الشارع، قعدت تقريبا 3 4 شهور ما نزلش الشارع. الدراسه بقيت فاشل فيها قوي. المدرسين قالوا لامي هو ما تلومهوش، هو بسبب الصدمه اللي جات له، بسبب الصدمه اللي جات له، فهي الحاجه دي اثرت فيه جامد. كنت سبت الكوره الوقت دوت، قعدت وقت طويل قوي ما العبش كوره، لحد ما في واحد صاحبي جه ينادي عليا قال لي يحيى تعالى العب معايا كوره. انا ما كنتش عايز اطلع، بس ابويا وامي اصروا عليا ان انا اطلع الشارع والعب كوره عشان افك عن نفسي شويه، عشان زي ما قلت لكم كان عندي حاله اكتئاب كبيره جدا. كنتش بكلم حد، ما كنتش بطلع الشارع ولا بعمل اي حاجه. طلعت لعبت كوره واكتشفت ان انا لسه بحب الكوره قوي، وحبي للكوره رجع تاني، بس المره دي اقوى، رجع بشده، بقيت اعشق حاجه اسمها كوره. اخويا لما توفى كانت اكتر حاجه بعملها معاه اللي احنا نلعب كوره، فالحاجه الوحيده اللي كانت اتبقت لي الكوره. من ساعتها بقى وانا بقيت اول ما اصحى من النوم انزل العب كوره في الشارع. كنت بطلع لهم 1 2 12 واهلي ينزلوا يدوروا عليا في الشارع. امي نزلت دورت عليا كتير قوي، وابويا نزل دور عليا ياما. بقيت اصحى من النوم العب كوره لحد ما انام، اصحى من النوم العب كوره لحد ما انام، اصحى من النوم العب كوره لحد ما انام. سبت الدراسه، سبت كل حاجه. انا دلوقتي في ثانوي صنايع بسبب الموضوع دوت. انا سبت كل حاجه وركزت في الكوره بس من كتر حبي ليها. هبقى اوريكم صوره لاخويا هنا، احطها هنا او هنا، بوريكم الصوره ليا انا وهو يعني مع بعض وكده. انا من كتر حبي في الكوره قلت لابويا اللي هو يدخلني اكاديميه. كنت بزن عليهم جامد بس ابويا ما كانش راضي وكده، الحاله الماديه ما كانتش كويسه يعني. بس وانا صغير ما كنتش فاهم الموضوع ده، بس انا ما وقفتش، فضلت العب في الشارع كتير انا واصحابي. فلما اهلي شافوني مصر على كده، ابويا وديني اكاديميه. زنيت على دماغه برضو، انا مش فاهم، لسه صغير مش فاهم حاجه، فكنت عمال ازن على دماغه لحد ما وداني نادي النصر. نادي النصر، ايوه رحت نادي النصر. مش عارف كانت اكاديميه بس لا هو كان نادي. لعبت فيه شويه حلوين بس ما عرفتش اكمل فيه تقريبا عشان اكمل في الدراسه. مش فاكر، كان حصلت مشاكل، مش فاكر قوي ايه اللي حصل يعني. بعد كده رجعت العب كوره في الشارع تاني بعد ما كنت بلعب في نادي النصر. واول لما انا رحت نادي النصر كنت بلعب في ملعب 11. فاول ماتش لعبته في ملعب ال11 انا ما لمستش كره واحده، وربنا حرفيا انا مستغرب. ملعب 11 ملعب كبير قوي، ملعب ضخم بالنسبه لي، ايه ده؟ انا بلعب في شارع قد كده نبقى كلنا داخلين في بعض، لكن انت معاك حته واسعه كبيره، المفروض انت محافظ على الحته دي. المفروض انا يعني الحته اللي انا كنت بلعب فيها قد الشارع. هو الملعب طبعا متقسم لكذا حته، لكذا مركز قصدي. انا تقريبا اول ما رحت هناك لعبت نص خط، المفروض الحته دي كلها بتاعتي انا اللي حافظ عليها. انا بقى مش فاهم اي حاجه، ولا عارف اي حاجه، ولا عارف اتمركز ازاي، ولا اي حاجه، فحرفيا ما لمستش كره واحده. المهم يعني اللي انا ما استسلمتش برضو، فضلت العب كره في الشارع كتير وانا في الدراسه رايح في داهيه، لحد ما رحت اكاديميه برضو تاني. اتمرنت فيها كتير كتير قوي، اتمرنت فيها شويه حلوين. وكنت كل يوم اتنين بروح العب في ملعب 11. طورت في الملاعب ال11، بقيت عارف اقف ازاي، اتمركز ازاي. وبرضه سبت الاكاديميه دي، قعدت فتره ما العبش كوره. بس بعد كده سمعت عن اختبارات بيراميدز، وهنا حصلت الصدمه بتاعتي اللي كرهتني في كره القدم. ما كرهتهاش بمعنى الحرفي، بس بضحك على نفسي واقول كده. الحاجه دي اللي حصلت دي هي اللي خلتني اسيب الكوره. برضه بلعب في الشارع، بلعب كتير قوي، بس اهتم لليوتيوب واسيب الكوره اللي انا ابقى لاعب كوره عشان بسبب اللي حصل معايا. انا سمعت عن اختبارات نادي بيراميدز، سمعت اللي هم هيوفروا سكن، هيوفروا راتب، هبقى من نادي، هبقى من الناشئين، هظهر اكتر للناس، الكباتن وكده، ممكن حد يشوفني، ممكن حد يعجب بلعبي. فاكتشفت ان الاختبارات دي في القاهره وانا في اسكندريه. فانا سافرت اشتغلت في العلمين شويه حلوين. تقريبا اشتغلت 3 شهور، 3 شهور. جمعت مبلغ، بس كل اللي انا صرفته تقريبا كان 1500 بس، في فلوس مواصلات كتير. كنت عايز اشتري ستارز، ما كانش معايا ستارز، بس للاسف ما اشتريتش ستارز، اشتريت ترتال. هبقى هوريه لكم دلوقتي ثانيه واحده. جبت اهو، ده اللي انا اشتريته اهو، ترتال مش ستار اهو. هو حلو بس المشكله اللي هو كان ضايق قوي على رجلي. المهم يعني اشتريته وسافرت القاهره علشان اروح للاختبارات، واتصدم من اللي حصل هناك. وكمان برضو فلوس الاستمارة نسيت اقول لكم عليها، جبت دوت. وكان فلوس الاستمارة كانت ب 200 جنيه تقريبا استمارة. ياما فلوس الاستمارة ياما. المفروض نادي كبير زي دوت لو عايز حد بجد الاستمارة اصلا تبقى ببلاش. فانا بغبائي معرفتش اللي دوت المفروض استثماري، المفروض اللي هو اصلا مش اختبارات اللي هي هم عايزين فلوس. كان باين قوي اللي هم عايزين فلوس، بس انا كنت غبي. المهم يعني سافرت القاهرة ورحت الاختبارات، بصيت على الملعب كان ملعب 11.
انا موافق يعني خلوه ملعب 11، انا موافق، بس يا ريتنا لعبنا في الملعب ال11. احنا لعبنا في نص الملعب وكان الارض زباله، كنا بنلعب على نجيله طبيعيه، بس يا ريتهم مقصوصين عدل، كانوا طالعين حتت كده وحاجه تقرف. فانا قلت مش مهم، ده عليا وعليهم عادي يعني، مش انا لوحدي اللي هبقى كده. بس للاسف انا ما لعبتش ضد ناس قدي، انا لعبت ضد 2001 و2002 و2003، لعبت ضد ناس كبيره. مش عارف ليه لعبوني ضد ناس كبيره كده. ما عرفتش اعمل اي حاجه غير اني بس اخد الكوره. قبل ما العب كانت في ناس كبيره تبع النادي قالوا لي لو عايز تنجح في الاختبارات بجد ما تأننش، باظي مع زمايلك، اتحرك وريهم اللي انت بتعرف تتحرك في الملعب اللي اتحرك فيه ده نص ملعب. انا المهم يعني بقيت ابازي مع صحابي وكده، ابازي لهم الكوره ما ترجعليش تاني، العيال عماله تأنن. فقلت مش مهم، هيشوفوني انا مش بأنن وممكن ياخدوني. لقيتهم مش بيأننوا جامد، مفيش حد راضي يبازي. الفريق التاني اكبر مني بكتير، بلعب مع انا وصاحبي بس اللي كنا قد بعض، والباقيين اكبر مننا، اللي بيلعب معانا واللي بيلعب ضدنا. هم طبعا اللي بيلعبوا معانا هيقولوا مش هنبازي العيال صغيره يودونا في داهيه. فالمفروض انا 2009 اصلا، يعني انا 2009 وبلعب ضد دول، وكمان انا جسمي مش اللي هو اللي انا العب. انا بلعب ضد 2008 و2007 و6 بالكتير عشان بسبب جسمي. بس انا قلت اروح النادي هظبط جسمي مع التمارين وكده. بس للاسف نزلت ضد ناس ولاد يعني، استغفر الله العظيم، انا ما بحبش افتكر الايام دي. فضلت افكر بقى، الكوره مش عايزه تجيلي. فضلت افكر وانا بلعب، طب انا هعمل ايه؟ ده حلمك يا يحيى هيضيع كده بالسهوله دي؟ لازم تعمل حاجه، لازم تعمل حاجه. قررت ان انا انن بقى. اول ما اخدت الكوره والكوره جات لي، اخدت الكوره وقلت انا لازم اثبت نفسي قدام دول، علشان شكلهم اصلا هي هتبقى ماشيه كده وخلاص. منزلني دي ناس كبيره، يعني صعب ان هم يختاروا واحد صغير ويسيبوا كل دوت اصلا. فكانت حاجه مش اللي هي ما كانتش لطيفه بالنسبه لي قوي. اخدت الكوره وقررت اعدي من نص اتنين، يعني كان عادي اقدر اباظي لصاحبي، بس انا زهقت بباظي، الكوره ما بترجعليش غير بعد فين وفين. فانا جبت جون صح اليوم دوت، جبت جون، بس برضو ما ولا كانهم كانوا شايفيني اصلا. مش عارف، انا متعصب وربنا متعصب جامد. المهم يعني كان في اتنين كبار، اتنين شحوطه واقفين قدامي، ويا ريتهم كبار وبس، لا دول كبار وجسمهم حلو وجسمهم، وفي واحد منهم كان تخين. فانا قررت ان انا اعدي من نصهم، ابان حتى اعمل حاجه. عديت من اول واحد، لقيت التاني داخل شايطني. ما بحبش اتكلم عن الموضوع ده، ما بحبش افتكره. المهم يعني خلصنا، وطبعا انا ما اتقبلتش، وقفونا كده وكانوا بيختاروا مننا الناس وكده اللي هم هيتقبلوا وكده. طبعا ما قبلونيش، اختاروا واحد بس تقريبا مننا، مش عارف الولد ده كان تبع الواسطه ولا كان تبع الولد، كان اناني بطريقه غبيه يعني، ما كانش بيبازي اصلا. هم قالوا لنا علشان تتقبلوا لازم تبازوا، هو ما بازاش ولا عمل اي حاجه، لكن انا كنت ببازي واتحرك معاهم وبطلب الكوره وببين نفسي، بس هم مش عايزين يشوفوني اصلا. تحس ان هم جايين ياخدوا مني فلوس وخلاص، هم مش عايزيني اصلا، مش عايزين مش عايزين سني. جايبين ناس كبيره وهم مش عايزين سني، عايزين ياخدوا الفلوس وخلاص. روحت بقى واتحطمت وقلت انا مش هلعب كوره تاني. مصر دي انا حلمي اتحطم بسبب اللي حصل. كرهت نادي بيراميدز، ما بقتش اطيقه. المشكله اللي اهلي كانوا واثقين فيا، اللي انا هم الاول ما كانوش راضيين، فضلت اقول لهم، هم قالوا لي لا كتير، بس انا قلت لهم ثقوا فيا انا هروح، ولما اتقبل هيبقى ليا سكن وهيبقى ليا راتب، وممكن ابقى في الفريق الاول والراتب بتاعي هيبقى عالي. فضلت اقنعهم كتير، وفي الاخر حصل معاه كده. يعني ليه؟ وكمان انا متاكد ان الولد اللي اتقبل دوت هيقولوا له تعالى تاني، وبعد ما يجي لو اتقبل تاني هيقولوا هات فلوس بقى عشان تخش الدوري، هات 6 7 آلاف جنيه عشان يدخلك الدوري. موضوع وحش قوي. من هنا بقى قررت ان انا اهتم باليوتيوب من تاني. انا عملت قنوات يوتيوب كتير، وكنت بحاول برضو في اليوتيوب عشان انا بحب اليوتيوب. ده ليه قصه لوحده ده اصلا. وبس كده، دي قصتي في كره القدم. انا بفكر ان انا اعمل القناه دي اخليها لكره القدم زي بشار العربي، وفي نفس الوقت لا، بس عايز اعمل كده، بس خايف اعمل كده ما الاقيش حد يصور معايا، ما الاقيش حد بيعمل معايا. فانا مش عارف والله. ممكن اعمل فريق، والله ما عارف لسه، بس بفكر. فلو عجبتكم القصه متنسوش تحطوا لايك واشتركوا في القناه. لو في مخرج عايز نعمل القصه دي فيلم انا موافق، بس انا اللي هصورها. بس كده، اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.